في هذه القصة. بعد أن يولد البطل من جديد يكتسب قدرة فريدة، كل ما يتخيله يصبح حقيقة. على سبيل المثال، لعلاج جرح يحتاج فقط أن يتخيل الجرح، وقد شفي للحصول على الجسم المثالي لا يحتاج لأي نوع من التدريب، يكفي أن يتخيله ليستخدم أي نوع من السحر العنصري. ببساطة يتخيل نفسه وهو يلقي السحر، ويمكنه حتى استدعاء أي سلاح أو أداة بمجرد تصورها في ذهنه. ومع ذلك، رغم قوة هذه القدرة، النتائج لم تكن مثالية في البداية، لأن حتى قدرة مكسورة كهذه تحتاج إلى تدريب وتقوية. ولحسن الحظ، ولد البطل من جديد في جسد طالب في أكاديمية سحرية، مما وفر له الوقت والظروف المثالية لإتقان موهبته بالكامل، وبالتالي الاستعداد جيدا للانتقام من الذين تسببوا في موته في الماضي. كل شيء بدأ في اليوم الذي فتحت فيه بوابات دون سابق إنذار تؤدي إلى زنزانات غامضة في جميع أنحاء العالم، وبدأت منها وحوش تخرج بأعداد كبيرة، والبشرية التي كانت متفوقة تماما لم تستطع فعل شيء ضد هذه المخلوقات، والوحيدون القادرون على مواجهتها كانوا أولئك الذين استيقظت لديهم قدرات سحرية. ومن بينهم برز ما يسمى بالباحثين الذهبيين، مجموعة من الأفراد الأقوياء استثنائيا المكرسين لحماية العالم من أخطر الوحوش. أسماؤهم كانت إنغولف فانديتيس، كلوديا بورهو، ناثانيال كابل إيباكو، هايديكي وليروا آكي، 5 أبطال يستخدمون قدراتهم للقضاء على أي تهديد يغزو العالم البشري. ومع ذلك، رغم دورهم كمدافعين، لم يتصرفوا دائما لصالح رفاهية السكان. في واحدة من هذه الحالات الطارئة، عندما كان مدني على وشك أن يصاب على يد وحش، أمر إنغولف كلوديا بمساعدته، لكنها كانت غير مبالية تماما ولم تفعل شيئا للتدخل تماما. عندما بدن أن الرجل سيقبض عليه من قبل أوجرو، تم تدمير وجه الوحش على يد آخر عضو في الفريق، قائد الباحثين الذهبيين المسمى ميساتو كيوهيرو. بابتسامة هادئة أكد ميساتو أنه سيتولى بقية الوحوش بمفرده، وبعد أن تأكد من أن الجميع بأمان اندفع إلى القتال. مركزا دفقة هائلة من الطاقة في يده، استخدم قوته كأنها كرة هدم بشرية، يشق طريقه بين الوحوش ويقضي عليها على الفور. زملائه لم يتمكنوا سوى من المشاهدة بدهشة بينما كان يدمر كل الحشد بمفرده. وكانت قوته مفهومة، لأنه بفضل سحر الزمن كان يستطيع رؤية المستقبل ودائما يتوقع تحركات العدو. على هذا المستوى، لم يعد ميساتو يعتبر بشريا في غضون دقائق قليلة. كانت جثث الوحوش تغطي الشوارع، وهزم ميساتو بسهولة العدو الأخير قبل أن يسترخي، وهو يعلم أنه نجح في حماية السلام. لم يتبق له سوى ختم البوابة لمنع خروج المزيد من المخلوقات. ومع ذلك تماما، عندما كان على وشك إغلاق البوابة، انفجار دفعه إلى داخل الزنزانة محاصرا خلف ختمه الخاص من الخارج. كان زملاؤه ال5 يراقبونه دون أن يظهروا أدنى قلق، حتى مع قدراته الزمنية لم يروا مستقبلا كهذا قادما. وعندما اقترب من الختم، سألهم إذا كانوا جميعا متورطين في هذه الخطة القاسية ولماذا يفعلون به شيئا كهذا. كانت الإجابة واضحة بالنسبة لهم: هوسه بحماية الجميع يعرض بقية الفريق للخطر، بينما أصبح هو وحشا من المستوى 100 بسحر الزمن. هم فقط أرادوا كسب المال، كانوا سئموا من سلوكه وقرروا أن الوقت قد حان للتخلص منه ليتمكنوا من التركيز على غزو العالم دون القلق. بعد الآن بشأن الناس بتلك البرودة ابتعد الفريق، ضاحكين من الرجل الذي كان على وشك الموت. ضرب ميساتو الختم مطالبا بأن ينقذوه، لكنهم لم يعيروه حتى نظرة أخيرة. لم يصدق أنهم خانه لأسباب أنانية كهذه، خاصة بعد كل ما فعله لحماية العالم. لم يستطع فهم كيف يمكنهم فعل ذلك به بعد كل ما مروا به معا، بالإضافة إلى أنه لم يكن لديه وقت للبحث عن إجابات، لأن وحوش الزنزانة بدأت تلاحظ أنه محاصر وتوجهت نحوه. بشكل غريزي استعد ميساتو للقتال، لكنه وجد أمامه عظيما
جدار من المخلوقات الجائعة والقوية حاول استخدام رؤيته للمستقبل ليجد خطا زمنيا يمكنه فيه النجاة، لكن كل واحد منها ينتهي حتما بموته، مما يجعله يدرك أن مصيره لم يعد موجودا وأن هذا قد يكون بالفعل نهايته. ومع ذلك ميساتو غير مستعد للموت كجبان، لذا يندفع نحو الوحوش بقبضة ذهبية مصمما على إسقاط أكبر عدد ممكن منهم وتغيير المستقبل بيديه. ومع ذلك رغم تمكنه من هزيمة مئات الأعداء يستمر الآلاف في التقدم نحوه دون توقف، وأخيرا عندما يسقط على ركبتيه على الأرض محاطا ببركة من دمه الخاص يدرك أنه لا خيار أمامه سوى قبول الموت. ومع ذلك حتى لو كان سيموت يحرص على ألا تنتهي الأمور عند هذا الحد، وبينما تنهال الوحوش عليه يقاتل بئس لكي لا يكون موته بلا جدوى، ثم يركز سحره الخاص بالزمن على جسده كله بنية أن يولد من جديد ويصبح أقوى ويصل إلى أقصى قوته. وعندما يولد من جديد سيتمكن من الانتقام من كل من أذوه. كل الغضب واليأس الذي يشعر به سيستمر في النمو حتى اليوم الذي يستطيع فيه الانتقام وبجهد أخير يفعل سحره الزمني، مغطيا المنطقة كلها بضوء ذهب لامع. وعندما يفتح ميساتو عينيه مجددا يجد نفسه في جسد أصغر بكثير وفي مكان مختلف تماما. يقوم من سرير المستشفى وينظر في المرآة الوجه الذي يراه شاب ذو شعر قصير، وعندما يضع يده على الزجاج يدرك أن التناسخ نجح تماما كما خطط له. في تلك اللحظة يبدو أنه في مستشفى، رغم أن المكان يحتوي على أدوية لا يعرفها، مما يدل على مرور عدة سنوات منذ الحادث. فقط يأمل ألا يكون قد مر وقت طويل جدا بحيث لا يستطيع الانتقام من الذين خانوه. على طاولة بجانب السرير يجد بطاقة طالب يبدو أنها تعود للمالك السابق للجسد الذي يسكنه الآن، وعند النظر إلى التاريخ على البطاقة يدرك أن ما لا يقل عن 20 عاما قد مرت منذ الحادث، مما يعني أنه لا يزال لديه وقت ليجدهم. اسم الطالب هو كيوسوكو، وصفته هي الفراغ في المستوى الأول. وعند رؤية ذلك لا يستطيع ميساتو إلا أن يضحك بجنون على الحظ الذي حظي به. في حياته السابقة كان زملاؤه يعتبرونه الأقوى بفضل صفة الزمن التي يمتلكها، لكن مع مرور الوقت أدرك أنه وصل إلى حدوده، وكان ذلك بسبب أنه رغم أن بصيرته كانت تمكنه من رؤية كل ما يحدث في العالم، إلا أنه لم يكن حتى هو قادرا على فهم العمق الحقيقي لقوة صفة الفراغ. أما الآن فالجسد الذي يمتلكه يحتوي على تلك القوة الغامضة بالذات. يشعر ميساتو بالشفقة على الصبي لأن صفة الفراغ نادرة وغير معروفة لدرجة أن لا أحد يعرف كيف يدربها، وهذا بالتأكيد يفسر سبب بقاء الصبي في المستوى الأول. من المحتمل أنهم حتى سخروا منه عدة مرات لعدم امتلاكه أي صفة دون أن يعلموا أنه في الواقع يمتلك الأقوى من بينها جميعا. والآن بعد أن فهموا الوضع يقطع ميساتو وعدا للصبي الذي لم يعد موجودا. سيجعل اسمه معروفا في كل أنحاء العالم كأقوى مغامر عاش على الإطلاق، وبفضل قدرته على البصيرة يعرف ميساتو بالضبط كيف يدرب صفة الفراغ، وبذلك القوة سيصبح الأقوى في العالم بمجرد أن يحول هذا الجسد الضعيف في المستوى الأول إلى شيء قوي حقا. سيتأكد من أن الخونة في حياته السابقة سيندمون على خيانتهم له والتسبب في موته. لتحقيق الانتقام منهم سيتعين على ميساتو أن يأخذ هذا الصبي إلى ما بعد المستوى الأول. إذا كان في حياته السابقة أقوى من أي منهم فهو الآن مجرد مراهق. صفة الفراغ كما يوحي اسمها هي نوع من السحر مرتبط بالتحكم في العدم، وهي قدرة تسمح للمستخدم بإسقاط خياله بحرية على الواقع. الجميع يمكنهم تخيل أشياء، لكن تحويل هذا الخيال إلى واقع هو حيث تكمن الصعوبة الحقيقية. ولحسن حظ ميساتو هذا الجسد الذي يسكنه الآن مصاب بجروح خطيرة، مما يمثل فرصة ممتازة لممارسة مهاراته الجديدة. فبشفاء نفسه كل ما عليه فعله هو تطبيق الصورة الذهنية التي يحملها عن جسده وتصور كيف تلتئم جروحه ببطء.
إذا ركز بما فيه الكفاية يمكنه تخيل كل خلية في جسده تستعاد بواسطة السحر. يبدأ بذراعه وببطء يبدأ الكدمة الكبيرة في الشفاء، في الوقت الحالي هي مجرد سحر بدائي، لذلك سرعة الشفاء ليست عالية، ويمكن لميساتو أن تلاحظ أن داخل الذراع لم يلتئم بالكامل بعد، لكن التقدم واعد جدا. إذا استمر في استخدام هذه القدرة للشفاء من جميع جروحه سيرتفع مستواه تدريجيا مع الوقت، بالإضافة إلى أن القدرة على تحويل الخيال إلى واقع ستتحسن أيضا مع استمرار استخدامه، وكلما ارتفع مستواه سيتوسع نطاق الصور التي يمكنه تحويلها إلى واقع. من خلال هذا التطور المستمر سيتمكن من خلق العديد من الأنواع المختلفة من الأشياء، وفي النهاية سيكون قادرا على استخدام مجموعة واسعة من السحر حتى سيصل إلى النقطة التي يمكن لأي صورة ذهنية يخلقها أن تتجسد تماما في العالم الحقيقي. بينما يفكر في التطبيقات المحتملة لقدراته الجديدة يدخل طبيب من الباب مندهشا لأنه استيقظ أخيرا. تحاول ميساتو الجلوس، لكن الطبيب يأمرها بالبقاء جالسة لأنها كانت مصابة بجروح خطيرة بعد أن هاجمها وحش. هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها ميساتو ما حدث لصاحب جسدها السابق. لا بد أنه كان أمرا خطيرا جدا، لأن الطبيب لا يصدق أنه نجا. حسب قوله، المعجزة يجب أن تكون بفضل بركة القديسين. هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها ميساتو عنهم، لكن بالنسبة للطبيب هو معرفة شائعة، ويصدم عندما يرى أن ميساتو لا تعرف شيئا عن قديس البنتاغرام، ومع ذلك ميساتو أيضا لا تعرف ما هذا. ينهي الطبيب نسب نقص معرفتها الأساسية إلى أنها استيقظت للتو بعد أن عانت من جروح خطيرة في الوقت الحالي. يغير الموضوع ويبدأ بإجراء فحص طبي كامل لها. عندما يخرج الطبيب لا تستطيع ميساتو التوقف عن التفكير في هؤلاء القديسين البنتاغرام، ربما يكونون أحد العشائر أو مجموعات المغامرين التي ظهرت في 20 سنة الماضية. رغم أنها تركز على رفع مستواها، تحتاج أيضا إلى فهم ما تغير في العقدين الماضيين. ثم تأخذ جهاز التحكم عن بعد من الطاولة بجانب السرير وتضبط قناة إخبارية تصادف أنها تبث برنامجا خاصا عن الكارثة في الزنزانة من الدرجة التي حدثت قبل 20 عاما. هذا بالضبط ما تحتاج إلى معرفته. ماذا حدث بعد أن تم خيانته؟ البث يؤكد أن سبب الكارثة كان قائد الباحثين الذهبيين نفسه. ميساتو كيوهيرو تقفز ميساتو من السرير مصدومة تماما عندما ترى وجهها على الشاشة. لا تعرف عما يتحدثون فتستمر في الاستماع. على ما يبدو النسخة الرسمية للأحداث كانت أنه توقع الكارثة القادمة، لكنه قرر عدم تحذير أحد، وأنه بدلا من ذلك كان يخطط لاستغلال الفوضى القادمة للسيطرة على العالم. لمنع ذلك انضم باقي أعضاء الباحثين الذهبيين لمواجهته وإيقافه قبل أن يتمكن من تنفيذ خطته المزعومة. بعد هزيمته أعاد الأعضاء الباقون تسمية أنفسهم إلى قديسي البنتاغرام، وبعد معركة شرسة ختموا المأساة وأنقذوا العالم. أصبحت تلك الكذبة الحقيقة المقبولة. من الجميل والآن يقود قديسي البنتاغرام العالم في مجالات مختلفة، وتطفئ ميساتو التلفاز وتنظر من النافذة مذهولة تماما. لكن المفاجأة سرعان ما تتحول إلى ضحك لا يمكن السيطرة عليه عندما تدرك ما حدث فعلا أثناء غيابها. لم يخونوها فقط، بل أيضا دنسوا اسمها وكرامتها، ضحوها، ثم جمعوا المكافآت بلا خجل. في النهاية هم الآن يحتفل بهم كأبطال من قبل العالم، بينما هي قد نسيت. مع هذا الكشف الجديد أصبحت متأكدة تماما أنها لن تغفر لهم. الآن يجب أن تتأكد من أن كل واحد منهم يدفع الثمن وينتهي في الجحيم. لكن قبل أن تغمرها غضبها يجب أن تهدأ، لأنها لا يمكن أن تكشف لهم في حالتها الحالية. هي ضعيفة جدا لمواجهتهم. أول شيء يجب أن تعرفه هو مكان وجودهم وكيف يمكنها الاقتراب منهم. تأخذ هاتف الصبي وتتفقد محتواه لتكتشف إلى أي أكاديمية ينتمي كما كانت تشك.
يحضر أكاديمية تدريب المغامرين في طوكيو التي يديرها أحد قديسي البنتاغرام إيباكو إيدي. بالكاد استيقظ وقد عثر على أحدهم بهذه السهولة، ومع ذلك فإن إيباكو رجل حذر وليس من النوع الذي يظهر ضعفه بسهولة، بالإضافة إلى أن الفارق في المستويات بينهما كبير جدا، لذا هزيمته في هذه اللحظة أمر شبه مستحيل. في الوقت الحالي يجب على ميساتو التركيز فقط على رفع مستواه وتقوية نفسه، لأنه لا يستطيع فعل شيء وهو في المستوى الأول، ولكن بمجرد أن ينمو بما فيه الكفاية ويصل إلى رتبة مقبولة سيتأكد من أن إيباكو سيكون هدفه الأول. تمر أسابيع أخيرا يتعافى ميساتو تماما ويستعد للخروج. الطبيب لا يصدق سرعة شفائه رغم خطورة جراحه، ويبدأ بالتفكير أنه مرة أخرى قد تم مباركته من قبل القديسين، ومع ذلك يقاطعه ميساتو قبل أن ينهي كلامه، موضحا أن كل ما حققه حتى الآن كان بفضل قوته الخاصة فقط. وبعد ذلك يغادر المستشفى مودعا الطبيب للمرة الأخيرة وهو يمشي خارج المبنى. الآن بعد أن أكمل التحضيرات الأساسية لخطة، هو مستعد للارتقاء إلى المستوى التالي، بالإضافة إلى أنه رفع مستواه إلى 27. هذا هو الوقت المثالي للإحماء وتجربة مهاراته الجديدة بمواجهة زنزانة. قبل مغادرته المستشفى سمع من الطبيب أن عائلة كيوسكي بأكملها ماتت في حادث، وهذا رغم مأساويته لكيوسكي يمثل ميزة كبيرة لميساتو، لأنه أنه يمكنه فعل ما يريد دون القلق من أن يشكك أحد في أفعاله. بمجرد خروجه من المستشفى يتجه مباشرة إلى باب أقرب زنزانة ليبدأ مغامرته الأولى. يجب أن يتأكد من رفع مستواه وتقوية نفسه بأسرع ما يمكن. الآن بعد أن رفع مستواه وشفى نفسه حان الوقت لاختبار مهاراته في القتال الحقيقي. يصل إلى نقطة الدخول حيث يمنح حارس الأمن تصاريح الدخول ويظهر له بطاقة الطالب. الحارس يوقفه ممسكا بيده قبل أن يتمكن من المتابعة، قلقا لأن ميساتو في المستوى 27 فقط، وهذه الزنزانة عادة تتطلب من المغامرين أن يكونوا على الأقل في المستوى 30 لتشكيل فرق والدخول. رغم هذه القوانين الصارمة يخطط ميساتو للدخول بمفرده، وهذا بالنسبة للحارس يعني أساسا الانتحار. هذا صحيح لأي شخص بفئة عادية، لكن ميساتو طالب في أكاديمية تدريب المغامرين في طوكيو، مما يمنحه تصاريح خاصة للدخول إلى أماكن مثل هذه بغض النظر عن الخطر، طالما يوقع على نموذج موافقة. لم يكن هناك يجب أن تكون هناك قيود. كان يعلم أن شيئا كهذا سيحدث عندما اقترب من باب الزنزانة، لذلك كان قد بحث مسبقا عن الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها كطالب في الأكاديمية، وهذه واحدة فقط من العديد من المزايا. الحارس بلا خيار يسمح له بالدخول رغم أنه لا يزال يشعر بالقلق. من الجانب الآخر من المكان تناديه أصوات، مجموعة من الأولاد بمظهر مشاغب يصرخون لميساتو ألا يأخذ الأمر على محمل الجد. الحارس فقط قلق عليه، يقولون له في النهاية هو مجرد طالب ضعيف لم يتخرج بعد، لذا يجب أن يعرف مكانه. ميساتو بالكاد يلقي لهم نظرة قبل أن يلتفت إلى الحارس ويسأله أين يوقع، بعد توقيعه وتأكيده أنه لا توجد عقبات أخرى يدخل الزنزانة دون أن ينظر إلى الوراء. الحارس يراقبه وهو يبتعد، ثم يتوجه إلى الأولاد السابقين ويأمرهم بالدخول ومتابعته. لا يستطيع أن يخرج من رأسه أن السماح لصبي بالدخول هناك بدون حماية هو حكم بالإعدام عمليا. في البداية يتردد الشباب لأنهم غير مستعدين للمخاطرة بحياتهم من أجل شخص بالكاد يعرفونه، لكن قائد المجموعة يوقفهم قبل أن يشتكوا كثيرا. يعتقد أن هذا قد ينتهي بمصلحتهم إذا لم يكن هناك من يراقبهم داخل الزنزانة. يمكنهم فعل ما يريدون دون عواقب. أصدقاؤه يفهمون فورا ما يعنيه، وبابتسامة خبيثة يسرعون للدخول خلف ميساتو. الآن سيكون لديهم الفرصة المثالية للانتقام منه، لأنه تصرف بغرور وحاول دخول زنزانة فوق مستواه بكثير. يودعهم الحارس بفرح دون أن يشك في نواياهم الحقيقية على الإطلاق.
هذه ليست المرة الأولى التي يفعلون فيها شيئا كهذا. كانوا يقتلون من يدخلون الزنزانة ثم يلقون اللوم على الوحوش. بفضل ذلك كانوا يملؤون جيوبهم دون أن يشك أحد في شيء. مع وضع ذلك في الاعتبار استمروا في مطاردة ميساتو، لكن بعد 10 دقائق من الركض دون توقف لم يتمكنوا بعد من اللحاق به. كان الطريق في الزنزانة مستقيما تماما، لذلك لم يكن هناك أي احتمال لأن يكونوا قد انحرفوا أو فقدوا رؤيته. في تلك اللحظة لم يفهموا كيف تمكن من الابتعاد كثيرا. أخيرا تمكنوا من رؤيته ووجده محاطا بجدار من الوحوش. في البداية ظنوا أنهم لن يضطروا لأن يلوثوا أيديهم، فالوحوش ستتولى أمره، لكن ميساتو فاجأهم باستخدام سحر النار مع سحر الرياح للقضاء على جميع الوحوش في غضون ثوان. كانوا مذهولين عندما رأوا أنه قضى على العديد من الوحوش من الدرجة الداف في نفس الوقت. لكن بعيدا عن الدهشة، ما جذب انتباههم حقا كان الغنيمة الهائلة التي تركها الأعداء عند موتهم. إذا باعوا كل ذلك يمكنهم العيش براحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر. بينما كان ميساتو لا يزال يدير ظهره لهم، افترضوا أنه لم يلاحظهم، وكان ذلك الوقت المثالي لهم لمهاجمته فجأة، القضاء عليه وأخذ الغنيمة النادرة. انطلق الثلاثة للهجوم وحاصروه، وفي نفس الوقت أطلقوا سحرهم عليه وميساتو. أخيرا استدار وأعطاهم انتباهه، متجنبا ببراعة كل الهجمات دون أن يضيع ثانية واحدة. كان معتادا على هذا النوع من المواقف منذ حياته السابقة. بغض النظر عن الزمن، دائما هناك حثالة تحاول أن تأخذ ما لا يخصها. وعندما رأى أن هجماتهم عن بعد لم تنجح، حمل أحدهم كرة نار وانقض على ميساتو بنية إسقاطه بالكمة معززة بالسحر. لكن ميساتو كان أسرع. شحن قبضته بالجليد وضرب المهاجم مباشرة في المعدة، أرسله طائرا في الهواء عائدا إلى رفاقه. تم هزيمة المعتدي في ثانية واحدة، وبقي ملقى على الأرض بينما استدار ميساتو واقترب من الاثنين الآخرين الذين كانوا يرتجفون خوفا في هذه الحياة الجديدة. لم يعد يفكر في أن يكون رحيما كما كان من قبل، يخطط لسحق أي شخص يعترض طريقه واستخدامهم كخطوات للوصول إلى هدفه التالي دون تردد. كل ما سيفعله من الآن فصاعدا سيكون له هدف واحد فقط: انتقامه. وبعد إخراج المعتدي من المعركة، خرج ميساتو من الزنزانة دون خدش واحد، ومع ذلك اختفاء الأولاد جذب انتباه أستاذ في الأكاديمية. أرسل للتحقيق فيما حدث. هذا الرجل تابع لهيباكوي ويتشي، وتلقى تقريرا بأن أحد طلابه دخل الزنزانة وحده، لكن بدلا من العثور على الطالب في ورطة، وجد جثث 3 صيادين مبتدئين ملقاة على الأرض بلا حياة. لم تكن هناك أدلة واضحة تشرح ما حدث فعلا في الزنزانة. في هذه الأثناء كان ميساتو يراجع إحصائياته الجديدة بعد إكمال الزنزانة. بفضل تنظيفه زنزانة من الدرجة د، تمكن من رفع مستواه وتجربة سحر الفراغ. في نفس الوقت اكتسب تعويذة جديدة تسمى إخفاء المعلومات، التي لا تسمح له فقط بإخفاء مستواه، بل أيضا بمسح سجلات دخوله إلى الزنزانات. بفضل ذلك تمكن من حذف أي أثر يربطه بما حدث في ذلك المكان. والآن بعد أن تخطى هذا العقبة يجب أن يستعد لما هو قادم، لأن الغد سيكون يومه الأول في الأكاديمية. راجع هاتف كيوسكي ووجد عدة رسائل غير مقروءة من أشخاص كانوا يضايقونه بوضوح ويطالبونه بالمال بالعنف، مما يفسر تماما ما حدث مع كيوسكي والحالة المؤسفة التي انتهى إليها. في اليوم التالي توجه ميساتو إلى المدرسة، وعند عبوره المدخل الرئيسي استقبلته فتاة لطيفة تبدو أنها تعرفه. إنها زميلته في الصف سايكارين، التي ركضت نحوه لتسأله كيف يشعر بعد أن كان في المستشفى. على ما يبدو رغم كل ما عانى، كان لديه أشخاص يهتمون به. أثناء حديثهما اقتربت مجموعة من المشاغبين لمواجهته، يضايقونه لعدم امتلاكه أي سمة، وهم بوضوح على علم بأنه بالكاد نجا. من المرجح أن يكونوا نفس الأشخاص الذين أرسلوا له الرسائل التهديدية في الليلة السابقة.
يتقدم زعيم المجموعة ويطالب كيوسكي بدفع ثمن الحماية التي كانوا يقدمونها له دائما، ومن الواضح أن الوضع سينتهي بشجار تتدخل كارين بينهم وتحاول إيقاف المتنمرين، مذكرا إياهم بأن كيوسكي خرج للتو من المستشفى رغم محاولتها الثبات من أجله، إلا أن يديها المرتجفتين تكشفان بوضوح عن الخوف الذي يشعر به بطلنا. يلاحظ هذا على الفور ويتقدم ليقف أمامها مطمئنا إياها بأن كل شيء سيكون على ما يرام. يسخر المتنمرون منه مقتنعين بأنه يحاول فقط التباهي أمام فتاة مثله، وبما أنه متحمس جدا للظهور فإن المتنمرين سعداء جدا بتذكيره بمكانته في المدرسة. وللأسف بالنسبة لهم لم يدركوا بعد أن التسلسل الهرمي قد تغير منذ أن تولى ميساتو السيطرة على الجسم، وعد الشاب الذي أخذ حياته بأنه سيجعل اسمه معروفا في كل أنحاء العالم كأقوى مغامر، وميساتو رجل يفي بعوده يستفز أول متنمر، وتنجح الاستراتيجية تماما حيث يطلق تعويذة في اتجاهه استخدام السحر خارج الأبراج المحصنة مخالف لقوانين المدرسة. لكن من الواضح أن المتنمرين لم يعودوا يهتمون، يشعرون بالحاجة لتعليم ميساتو أن التمرد خطأ إذا لم يكن لديك سمة. يطلق المهاجم كرة نارية، لكن ميساتو يعيدها بأخرى أكبر وتصطدم الاثنتان بانفجار هائل يدهش الجميع الحاضرين. لا يستطيع المتنمرون فهم متى اكتسب كيوسكي القدرة على إطلاق كرات نارية بينما هو بالكاد يتفاعل مع الهجمات الضعيفة. يصرخ زعيم المجموعة على رفاقه أن يتوقفوا عن الوقوف كNPC ويفعلوا شيئا، ثم يطلق الآخران هجمات من الريح والماء على ميساتو، لكنه كما مع رئيسه يرد عليها باستخدام سحر من نفس النوع لكن على نطاق أكبر بكثير. لا يصدقون أن شخصا لم يكن لديه أي سمة حتى وقت قريب يستخدم الآن عدة عناصر في آن واحد. لم يسمعوا أبدا بشيء كهذا، لكن هذا مجرد البداية. حتى الآن كان ميساتو يستخدم قواه لإبطال هجمات الأعداء فقط، لكن الآن حان دوره للهجوم المضاد. يركز كرة نارية ضخمة خلفه لتخويفهم، وحجم التعويذة مثير للإعجاب لدرجة تجعلهم يفرون مذعورين. بينما يتقدم نحوهم يمسك ميساتو بأقربهم الذي يصرخ يائسا طالبا المساعدة بينما يحاول الهرب، ثم يسأله إذا كان قد ساعد كيوسكي عندما احتاجه دون انتظار. رد يعلم أنه لا يستحق السماع، يمسك وجهه ويرفعه في الهواء بينما يحمل كرة نارية ضخمة في قبضته. يعلم أنه لا يحتاج لسماع ما سيقوله لأن أشخاصا مثله يكررون دائما نفس الأعذار الفارغة، لذلك مهما قال لن يوقف قبضة ميساتو من الاصطدام بوجهه، ويفعل ذلك مطلقا ضربة مدمرة تقذفه في الهواء وتتركه فاقدا للوعي في وسط ساحة الأكاديمية. بالكاد تصدق كارين أنها ترى نفس كيوسكي السابق، لكن من الواضح أن شيئا ما قد تغير فيه. الآن لن يكون كيوسكي شخصا يمكن لأي أحد تخويفه. بدأ طريقه ليصبح أقوى مغامر عند رؤية ما يستطيع ميساتو فعله حقا. يبدأ المتنمرون الآخرون بالتوسل يائسين من أجل حياتهم، يحملون صديقهم المصاب ويزحفون خارج الساحة. لا يزالون في حالة صدمة من حقيقة أن كيوسكي قد تحول إلى شخص مختلف تماما بعد خروجه من المستشفى. يتنهد ميساتو بخيبة أمل بعد كل ما قاله زعيم المجموعة. انتهى الأمر بأن يكون أقل بكثير مما بدا عليه، ثم يمشي مع كارينا نحو داخل المدرسة. ومن الواضح أن جميع الطلاب شاهدوا ما حدث في الساحة، يحدقون فيه وهم يهمسون. فيما بينهم أثناء مروره يلاحظ ميساتو النظرات ويتساءل إذا كان قد برز كثيرا بإظهار مهاراته بهذه الطريقة. بينما يواصل المشي مع كارين يحاول شخص ما أن يشق طريقه بين الحشد للوصول إليه قبل دخوله الفصل. إنه جو سوداي يمر بين الحشد ليصل إليه قبل أن يدخل الفصل. إنه جو سوداي الذي يقترب من كيوسكي بني طرح بعض الأسئلة عليه قبل الدرس. كيوسكي لا يعرف من هو هذا الشخص رغم أنه يبدو طالبا في سنة دراسية أعلى، ويعلم أن التعامل معه قد يكون مزعجا.
لذا يقرر رفض دعوة الحديث، يستدير ويقول إنه لا يمكنهم التحدث الآن لأن الدرس على وشك البدء، لكن جوا سوداي غير مستعد لقبول الرفض. يقدم نفسه كقائد النقابة الخاصة وهي عشيرة أسها المدير بنفسه. إيباكو للأكاديمية، مما جذب انتباه كيوسكي على الفور وجعل يده تتوقف تماما عندما كان على وشك فتح الباب. عند رؤية أنه نجح في جذب اهتمام بطلنا يويتشي، سأل مرة أخرى إذا كان مستعدا لإجراء حديث قصير وتخصيص بضع دقائق له. نظرا لأن السياق قد تغير، وافق كيوسكي بسرور على الدعوة للتحدث مع زميله. في الصف الأعلى توجهوا إلى مكان منعزل، وذهب يويتشي مباشرة إلى الموضوع. سأل إذا كان هو من هزم المغامرين الذين وجدوا قتلى في زنزانة رتبة ميساتو، تصرف كما لو أنه لا يعرف عما يتحدث، لكنه في داخله تساءل كيف تسربت المعلومات التي كان قد أخفاها بعناية. قال يويتشي إنه سمع من الموظفين أن طالبا من الأكاديمية دخل تلك الزنزانة، لذا ذهب للتحقيق، وهناك وجد جثث بعض المجرمين المشهورين بصيد المبتدئين. علاوة على ذلك، لم يمضي حتى 10 دقائق منذ أن استخدم كيوسكي عدة صفات سحرية لمواجهة طلاب آخرين. رغم أن كل ذلك صحيح، الطريقة التي قدم بها يويتشي المعلومات توضح أنه لا يعرف التفاصيل المحددة لسحر بطلنا، وليس لديه أي دليل مباشر يربطه بقتل المغامرين. ومع ذلك أصبح يويتشي أكثر عدوانية وأمره بالاعتراف بما فعل. لكن ميساتو ظل هادئا تماما، وأجابه أن كل ما فعله ذلك الصباح كان الدفاع عن نفسه، لذا في الواقع لا يعرف بالضبط ماذا حدث بعد ذلك. أدخل يده في سترته وأخرج بطاقة الطالب التي كان قد عدلها لتظهر مستوى زائف. البطاقة تشير إلى أنه في المستوى الأول فقط، مما يجعل من المستحيل ظاهريا أن يمتلك القوة اللازمة للقيام بكل ما يتهم به. بالإضافة إلى ذلك، يظهر أيضا أنه يمتلك صفة الفراغ المعروفة بأنها عديمة الفائدة تماما، كما لو أنه لا يمتلك أي سحر. حقيقة أن كيوسكي ليس سوى شخص تافه ويضيع وقت ويتشي. جعلته يغضب بشدة فاستدار ليغادر، لكنه لم ينس أن يعتذر عن استدعائه دون سبب واضح. قبل أن يرحل حذر من التصرفات المشبوهة لأنها قد تسبب مشاكل لرؤسائه. راقب كيوسكي رحيله بابتسامة على وجهه، وهو يعلم أنه وجد للتو شخصا قد يكون مفيدا له في خطته المستقبلية. إذا تمكن من جعل ويتشي يعمل تحت أوامره، فسيتمكن من الاقتراب من إيبكو دون إثارة الشكوك. الخطوة التالية التي يجب أن يفعلها هي إيجاد طريقة لتحويل يويتشي إلى بياده، ويبدو أن هذه هي الفرصة المثالية لتجربة تعويذة تجريبية كان يطورها منذ فترة. في هذه الأثناء ذهب يويتشي للقاء المدير إيبكو لتسليمه تقريرا عن الحادث الذي وقع في زنزانة الرتبة. استمع المدير بصمت، وعندما انتهى ذكر له أنه ليس من المعتاد أن يرتكب أخطاء، فقد حذره عدة مرات بضرورة أن يكون أكثر حذرا في اختيار من يرتبط بهم. اعتذر يويتشي عن أخطائه وانحنى بعمق أمام المدير، واعدا بتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن. اقتربوا إيبكو بينما كان تابعه يحني رأسه، وذكروا أنه إذا علم أن تعاون مع صيادي المبتدئين فإن الفضيحة ستطال أيضا إياه، وهو القديس ذو الخماسي. ثم أمسك وجهه هزره من أنه إذا استمر في ارتكاب مثل هذه الأخطاء فسيتم التخلص منه دون تردد. خفض يويتشي رأسه أكثر، وأكد أنه فهم الرسالة من الخارج يبدو خاضعا ومهذبا، لكنه في الداخل مليء بالغضب لتحمله ذلك العجوز. لو كان يعلم أن الأمور ستنتهي هكذا لكان حاول الحصول على المزيد من المال من الصيادين للحفاظ على الصمت. رغم أن النقاط الأهم قد نوقشت بالفعل، إلا أن إيباكو لا يزال لا يصدق تماما نسخة يويتشي وفقا للتقرير المقدم. رغم أن أهم النقاط قد نوقشت بالفعل، إلا أن إيباكو لا يزال لا يصدق تماما نسخة يويتشي وفقا للتقرير المقدم. يجب أن يكون الطالب المسؤول عن كل هذا الفوضى على الأقل في سنته الدراسية الثالثة.
لكن لا يوجد أي سجل حديث لطلاب السنة الثالثة يدخلون الزنزانة، وما يشك فيه إيفاكو هو أن وحشا ما هزم المجموعة أثناء صيد المبتدئين، وأن يويتشي يحاول الآن تغطية الأمر بشكل يائس. بالنسبة له من الأكثر واقعية أن يعتقد أن تابعه يكذب للحفاظ على المظاهر بدلا من قبول أن طالبا من الأكاديمية قد تمكنوا بمفرده من هزيمة الصيادين. فقط شيء غير عادي جدا يمكن أن يجعل إيفاكو مخطئا. في تلك اللحظة يتذكر يويتشي فورا الطالب الذي كان يحمل السم الفارغ الذي قابله في وقت سابق، ثم يسأل المدير إذا كان من الممكن أن تكون سمة. فريدة متورطة في كل هذه المشكلة رغم أنها احتمال، لكنها أيضا غير محتملة للغاية، والمدير لا يصدق ذلك. مع ذلك يويتشي قد سمع ما يحتاجه ويطلب من المدير أن يترك كل شيء بين يديه. سيتولى هو الوصول إلى جوهر الأمر وحله دون تأخير، وهو واضح أنه يجب أن يبدأ من كيوسكي. في اليوم التالي مجموعة من الطلاب يقومون بتمرين تدريبي داخل زنزانة. الجميع يهاجم الوحوش بسحرهم، لكن بعض الأعداء يكونون أقوياء جدا ويتمكنون من القفز فوق المجموعة لمهاجمة الطلاب مباشرة. يفر الطلاب بيأس حتى يركض يويتشي عبرهم ويلقي تعويذة قوية تصيب وحشا من الخلف تسقطه على الفور. وبهدوء تام يأمر الطلاب بعدم كسر التشكيل والحفاظ على الهدوء. الجميع ينظر إليه بإعجاب، وليس من المستغرب أن المدير إيفاكو اختاره لقيادة عشيرة الأكاديمية الخاصة. بعد القضاء على الوحوش يويتشي يترك المجموعة مسؤولة عن بقية تنظيف الزنزانة وينسحب ليهتم بأمر الشخصي. الآن بعد أن تم حل الأمور العاجلة يمكنه التركيز على السبب الحقيقي الذي جاء من أجله. يخرج جوهرة من جيبه ويفعلها ليكشف الموقع الحالي لكيوسكي. سلاسل الأداة تلمع لثوان، ثم تشير إلى منطقة أعمق بكثير في الزنزانة بعيدة عن بقية الطلاب. كما كان يشك، بالتأكيد هناك شيء غريب في ذلك الشاب، ويويتشي مصمم على اكتشاف ما هو. في الواقع هذا الوضع يناسبه أكثر، لأنه لن يشكك أحد في وفاة طالب ابتعد عن المجموعة، فقط سيقول إنه وجده ميتا لاحقا. المآسي في الزنازين شائعة جدا لدرجة أن لا أحد سيفقد النوم بسببها. كلما فكر في ذلك الطالب زاد اقتناعه بأن هناك شيئا غير صحيح. أولا، كان الحادث مع صياد المبتدئين، ومنذ أن خرج كيوسكي من المستشفى لم يفعل سوى خلق المشاكل. الأولاد الذين هزمهم كيوسكي أيضا رووا قصة غريبة جدا يريد يويتشي التحقيق فيها بعمق. عندما استجوبهم كانوا يتوسلون الصفح ويؤكدون أن الشاب بلا سمة واجههم جميعا في نفس الوقت، مستخدما عدة أنواع من السحر للهجوم عليهم، حتى قالوا إنه بالإضافة إلى استخدام نفس العناصر التي لديهم خلق لهبا ضخما لم يروا مثله من قبل. كل شيء يبدو غير معقول جدا ليكون صحيحا، ويويتشي شبه متأكد أنهم يكذبون. بمجرد أن حصل على المعلومات التي يحتاجها تركهم يذهبون، لكنه قبل ذلك أمر تابعيه بإعادة تأهيلهم وتذكيرهم بأن الأكاديمية لا مكان فيها للضعفاء الذين يخسرون أمام ما يسمى بالعديم الفائدة يبتعد، بينما الأولاد يبكون طالبين الرحمة. لكن القرار كان قد اتخذ ولم يكن ينوي التراجع. أحد المتنمرين الأكثر إصابة تجرأ على الكلام قبل أن يغادر يويتشي الغرفة هو نفس الشخص الذي وجه له كيوسكي ضربة مدمرة بالنار، يحذره من أن كيوسكي لم يعد بشريا، لقد وصل إلى مستوى قوة مختلف تماما. الخوف في عينيه واضح ولا يبدو مزيفا. للتأكد مما يقولونه جعل يويتشي كيوسكي يعين في فصل خاص تدير عشيرة النخبة. مع ذلك بدلا من إظهار كل القدرات التي ذكرها الأولاد، أظهر فقط بعض الأوهام القوية والتي لا تقترب حتى مما وصفوه. من المرجح جدا أنه استخدم شيئا سحريا خلال القتال، وأنه في الواقع ليس أكثر من شاب ضعيف بلا سمات جديرة بالذكر. يويتشي مقتنع أيضا بأن كيوسكي استخدم طريقة غير شريفة للتخلص من الصيادين، بينما يتعمق أكثر في الزنزانة. يبدأ بملاحظة جثث وحوش متناثرة في المنطقة. كل الدلائل تشير إلى أنها أزيلت بواسطة كيوسكي وتبدو
بعد أن هزموا بضربة نار واحدة عند رؤية هذا الدليل أمام عينيه، يبدأ يويتشي بالتساؤل. ربما لم يبالغ الأولاد كما كان يعتقد، ومع ذلك فإن مستوى القوة الذي يراه لا يزال لا يثير إعجابه، ويواصل سيره نحو أعماق المكان بحثا عن هدفه. حتى شخص مثل إباكو، ذلك المنشق عن البنتاغرام، قد يستطيع فعل شيء بهذا الحجم. بالحديث عن إيباكو، يجبر يويتشي على طاعته في الوقت الحالي، لكنه يخطط يوما ما كقائد لعشيرة النخبة أن يتجاوزه ويحتل مكانه كأحد القديسين الجدد للبنتاغرام، ومن هناك سيتمكن من المضي قدما في هدفه الحقيقي، حكم العالم. فقط مجرد التفكير في ذلك يطلق ضحكة مجنونة، ومع ذلك يجب أن يحذر ألا يكتشف أحد علاقته بصيادي المبتدئين كيوسكي، الذي أصبح أيضا شوكة مغروسة في جنبه، شخص من المحتمل أن يسبب المزيد من المشاكل في المستقبل. للتأكد من أن الحوادث الصغيرة لا تهدد خطته الكبرى، يجب عليه القضاء على كيوسكي في أقرب وقت ممكن تقوده السلاسل إلى منطقة مسدودة في الزنزانة، وهو متأكد أن هدفه على بعد زاوية فقط. يصل إلى الغرفة، يدور الزاوية ويتساءل ماذا بحق الجحيم يفعل كيوسكي في مكان مثل هذا؟ لا يتأخر في الحصول على إجابته. يرى الطالب مستريحا بهدوء فوق كومة من جثث الوحوش، كما لو كان ينتظره طوال ذلك الوقت. بمجرد أن يدور الزاوية، يوبخه كيوسكي لتأخره وجعله ينتظر. بالكاد يصدق يويتشي ما يراه، إذ يجب أن تكون حضوره مخفية تماما، لكن من الواضح أن كيوسكي كان ينتظر بصبر طوال هذا الوقت. يبدأ عقله بالتسارع، محاولا فهم كيف استطاع كيوسكي اكتشاف وجوده. لكن قبل أن يتمكن من إنهاء التفكير في ذلك، يكرر بطلنا أفكاره بصوت عال بالضبط، بالإضافة إلى امتلاكه قوة ذات أصل مجهول. يبدو الآن أنه يستطيع أيضا قراءة الأفكار. هذه مشكلة أخرى يجب أن يقلق بشأنها يويتشي أثناء محاولته. فهم من سيواجهه دون سبب للاستمرار في الاختباء. يويتشي يخطو خطوة إلى الأمام ويسأل كيوسكي مباشرة ما هو بالضبط. لا يجيب كيوسكي على السؤال، وبدلا من ذلك يهنئه لاختياره شخصيا من قبل إيباكو، لكنه يوضح على الفور أن هذا الإنجاز ليس شيئا يجب اعتباره خاصا. الطريقة التي كان يصطاد بها المبتدئين ويبتزهم بالمال عمل جبان مثل معلمه إيباكو شيء لا ينبغي لأحد أن يعرفه. لكن من الواضح أن كيوسكي قد اكتشف كل شيء. عندها يقفز بطلنا من أعلى كومة الجثث ويقف أمام رئيسه. يعلم أن يويتشي يحب مضايقة الآخرين، لكن ذلك يحدث فقط لأنه لم يعرف أبدا ما يعني أن تكون مطاردا. الآن بعد أن قرر مواجهة كيوسكي، سيكون أكثر من سعيد ليعلمه كيف يشعر أن تكون الفريسة، وعندما ينتهي كل شيء سيستخدم سحره ليجعله يرقص كيفما يشاء. مع كل ما رآه اليوم، يستطيع يويتشي أن يؤكد ذلك بنفسه. يا إلهي، لقد أصبح شخصا خطيرا للغاية، شخصا لم يعد بإمكانه تجاهله. ينشط سيفه المغلف بسحر النار ويستعد لمواجهة الطالب القوي. من أجل طموحه سيفعل كل ما في وسعه لهزيمته مهما كلف الأمر. دون أن يضيع ثانية، يدفع يويتشي نفسه من الأرض ويشن هجوما مدمرا على بطلنا. يتفادى كيوسكي الهجوم بسهولة، ولا يتأثر حتى بمهارة خصمه الضعيفة، ثم يرد على الهجوم بشحن كرة نار في يده ويرسلها بقوة نحو يويتشي. يقطع اللهب بسيفه، ولا يتأثر أيضا بمهارة كيوسكي. من الواضح أن كلاهما يكبحان جماحهما، والقتال الحقيقي بالكاد يبدأ. بالكاد تتلاشى اللهب، يقطع وابل من البرق الهواء في خط مستقيم نحو يويتشي، الذي بالكاد يتمكن من صدها بسيفه. ثم تظهر عدة أشواك حادة من الأرض تحت قدميه، لكنه يتمكن من تحطيمها فورا بعدة ضربات دقيقة. هذا يؤكد أن كيوسكي يستطيع حقا استخدام عدة صفات سحرية في آن واحد. كل شيء يشير إلى أن هناك شيئا غير عادي يحدث مع سحر الفراغ الخاص به، نوع من القوة التي لم يشهدها يويتشي من قبل. بينما يفكر في ذلك، يظهر كيوسكي خلفه ممسكا بسيف جليدي ويحاول طعنه في الظهر.
لكن يويتشي يتفاعل في الوقت المناسب ليصد الهجوم. فجأة يجد الطالب المخضرم نفسه في وضع دفاعي متغلب عليه من قبل كيوسكو الأقوى والأسرع بكثير. في هذه الأثناء يبدأ زعيم العشيرة بالانزعاج، لأنه منذ أن ظهر كيوسكو من العدم لم يفعل سوى أن يعترض خطط يويتشي، ومع ذلك كيوسكو لا يعرف ما يتحدث عنه لأنه لا يعرف حتى الخطط الحقيقية للطالب الأكبر. من جهته خطة يويتشي بسيطة جدا، فهو يريد يوما ما أن يصبح الشخص الذي يتفوق على إيفاكو، ومتى ما حقق ذلك سيأخذ مكانه كواحد من قديسي الخماسي. ومع ذلك لا يفهم كيوسكو لماذا اختار تحديدا إيفاكو مع وجود قديسين آخرين أكثر قوة أو مكانة، لكن السبب واضح أيضا، إيفاكو هو منشق عن مجموعة قديسي الخماسي. لذا إذا كان يويتشي يخطط لأن يصبح واحدا منهم فمن المنطقي أن يستهدف الأضعف. بالإضافة إلى ذلك، إذا تمكن من الانضمام إلى القديسين سيكسب الحق في حكم العالم. رغم كل هذا، الإله الذي لا يشعر بأي انبهار على الإطلاق بخطة بسيطة وغير ملهمة كهذه، في الواقع ظن أن يويتشي قد يكون وصل إلى إيفاكو قبل ذلك، لكنه الآن يرى أن الطالب الأكبر لديه طموح بائس فقط. لذلك لا يوجد سبب للقلق بشأن شخص غير مهم كهذا يتنافس على منصب من سيقتل إيفاكو. هذه الانتقادات غير المرغوب فيها تغضب يويتشي الذي يهاجم كيوسكو بحيوية متجددة، ويتصادمان بسيوفهما. خلال القتال يضح الرغبة الحقيقية ليويتشي، يريد القوة، المال والنساء في متناول يده، ويتوقع إلى ذلك النوع من القوة التي مهما داس على الآخرين لا يستطيع أحد أن يلومها. في ذهنه إذا أصبح قديسا من الخماسي سيتمكن من فعل ما يشاء، بل وربما يكتشف ضعف القديسة تيسيس، وربما يطالب بها أيضا لنفسه. من جهته كيوسكو قد سئم من سماع أوهام خصمه الجائع للسلطة، ولهذا يستعد لإنهاء المعركة مرة واحدة وإلى الأبد. حركة سريعة من سيفه يقذف يويتشي في الهواء، وقوة الضربة كبيرة لدرجة أنها حتى تكسر سيف الطالب الأكبر. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل المونولوجات العقيمة ليويتشي، كان كيوسكو وقت كاف لتحضير تعويذة سحرية خاصة. يويتشي يذعر من الخوف عندما يرى كيوسكو يقترب منه الذي يأمره بالرقص، ثم يضع كفا بالقرب من وجهه، وباستخدام سحر الفراغ يطلق تعويذة التنويم المغناطيسي المطلق. تجدر الإشارة إلى أن هذه التعويذة تتطلب جهدا أوليا معينا، لأنها يجب أن تكسر روح الهدف أولا، ومع ذلك بمجرد تفعيلها تسمح بالتحكم الكامل في إرادة الخصم. يأمر كيوسكو يويتشي أن يقف، ويفعل ذلك على الفور كما لو كان زومبي، مما يدل بوضوح على أن التعويذة كانت ناجحة وأن يويتشي أصبح تحت سيطرته بالكامل. بعد ذلك يعطي كيوسكو أوامر واضحة لدميه الجديدة. يجب أن يركز على إكمال مهمة الزنزانة من أجل مصلحة الصف، وبعدها سيتلقى تعليمات جديدة، وأخيرا يأمره بالعودة لاستخدام نبرته العادية، لأن النبرة الحالية تبدو آلية جدا. مع ذلك يعود يويتشي إلى المجموعة، لكنه الآن تحت سيطرة كيوسكو تماما. وأثناء ابتعاده يطلق كيوسكو ابتسامة خبيثة قبل أن يعود إلى فريقه. وأثناء تقدمه في الزنزانة يصادف كارين التي كانت تبحث عنه منذ فترة، لأنها كانت قلقة من اختفائه المفاجئ دون أي أثر. كيوسكو بابتسامته الأفضل يعتذر عن اختفائه المفاجئ، ويخبرها أنه ذهب فقط ليتحدث مع يويتشي عن شيء ما. كارين متفاجئة تسأل لماذا يتحدث مع يويتشي، لأنها لم تكن تعلم أنهما قريبان هكذا في رود كيوسكو، أنهما تحدثا عن كيفية تحقيق أحلامهما، وأنه تلقى نصائح جيدة جدا، لدرجة أن أحد أحلامه قد تحقق بالفعل. ومع ذلك تقطع محادثتهما مجموعة الطلاب التي تبدأ بالخروج من الزنزانة، لأن الصف الخاص على وشك الانتهاء ويجب على جميع الطلاب التجمع قبل الانصراف. كارين تدير ظهرها لتعود إلى المجموعة وتقول لكيوسكو أن يتبعها. كل شيء يسير تماما كما خطط لكيوسكو.
والآن حصل على بيادق. لم يكن إيفاكو ليشتبه بها أبدا. بعد فترة قصيرة يعود يويتشي لتقديم تقرير عن تقدم تحقيقه بخصوص الشخص الذي هاجم الصيادين الجدد. يخبر إيباكو أن المهاجم هو في الواقع طالب يمتلك صفة فريدة كما كان يشك. الطالب المعني هو كيوسكي، طالب في السنة الأولى يحمل صفة الفراغ. وفقا لما يؤكده يويتشي، فهو يحتجزه في المكان المعتاد الذي يستخدمونه عادة للتعذيب، بالإضافة إلى استجوابه بهدف استخراج المعلومات. ونتيجة لهذا الإجراء، اعترف الطالب بأنه استخدم سحرا متعدد الصفات، مما جذب انتباه إيباكو على الفور، الذي بسؤال واضح الفضول يسأل عما يقصده يويتشي تحديدا بسحر متعدد الصفات. رغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، يويتشي يطلب مزيدا من الوقت لمعرفة الأسرار الخفية التي قد يخفيها كيوسكي. كما يذكر أنه منذ وقت طويل لم يشارك المدير مباشرة في أساليب العقاب الخاصة بهم، لذا يقترح عليه أن يتولى شخصيا التعذيب واستجواب الطالب، رغم أن هذه المهام عادة ليست من مسؤوليات إيباكو، إلا أنه يعتقد أن القيام بها مرة واحدة لن يضره، فهو لم يعذب أحدا منذ زمن طويل. وقد تكون هذه فرصة جيدة للانتقام من الفتى عن كل المشاكل التي تسبب بها لكل من يويتشي وله في تلك اللحظة بالذات. وأثناء حديثهما رن هاتف إيباك الذي أخبر يويتشي أن يغادر، مطمئنا إياه بأنه سيذهب لاحقا شخصيا إلى المخزن ليتولى الأمر. ثم أجاب على المكالمة ليجد صوتا نسائيا ساخرا على الطرف الآخر من الخط تحييه بحماس مصطنع وتشكره لاختياره شركتها خلال مزاد المواد في اليوم السابق. ومع ذلك كان إيباكو واضح الانزعاج، غير مستعد لتحمل نبرتها المتعجرفة، ويطلب منها التوقف عن التظاهر. والشخص على الطرف الآخر من الهاتف تبين أنها واحدة من قديسات البنتاغرام والمديرة التنفيذية الحالية للشركة، تدعى ليلا ورؤاكي، وكما طلب منها تترك نبرتها المصطنعة وتذكره أنه في النهاية كلاهما شركاء، حيث يتشاركان بسخاء في دعم الحكومة. ومع ذلك يظل إيباكا بلا صبر لمثيراتها ويحاول قطع المحادثة، قائلا إنه مشغول ويمكنهم التحدث في وقت آخر، وهي دون أن تفقد نبرتها الساخرة تسأله عن نوع الأمور التي قد يشغل بها شخص مثله، مع الأخذ في الاعتبار أن منصبه كرئيس أكاديمية يضمن له دخلا ثابتا دون جهد كبير. وردا على ذلك يذكر إيباكو البطل وصفة الفراغ الخاصة به، مما يثير اهتمام ليلا على الفور، فهي تقول إن تلك الصفة لطالما اعتبرت عديمة الفائدة، وتتساءل عما قد يرغب في فعله بفشل كهذا، رغم أنه يتفق معها في أن تلك الصفة لا تبدو تهديدا كبيرا، لكنه يذكرها أيضا بأنها مهارة فريدة وبالتالي قد يحدث أي شيء. وعند هذا يتضح لليلى أن إيباكو لا يزال مهووسا بقوة الزمن التي كان يسيطر عليها كوشيرو ماسادو. وعندما يسمع هذا الاسم يفقد إيباكو السيطرة ويصرخ بغضب شديد لدرجة أن ليلا تضطر إلى إبعاد الهاتف عن أذنها بسبب الصوت. كما هو متوقع لا يزال إيباكو سريع الغضب كما هو الحال دائما كلما ذكر ميساتو، رغم أنها لا تستطيع لومه. فمنذ اللحظة التي استيقظت فيها ميساتو على صفة الزمن الخاصة بها تغير توازن القوى بين المغامرين تماما، وبما أنها قالت ما كان عليها قوله قررت ليلا إنهاء المكالمة معلنة أنها ستتواصل معه لاحقا. وأغلق إيباكو المكالمة فجأة وهو يرمي السماعة على الطاولة بعنف بمجرد انقطاع المكالمة، فهو لا يحب التحدث معها ولا سيما سماع اسم زعيمه القديم. في الواقع مجرد سماعه كان كافيا لإشعال غضبه، والآن يشعر أن هذا هو الوقت المثالي للانتقام. دون إضاعة وقت يتجه نحو مخزن معزول في وسط الغابة، نفس المكان الذي هو ويويتشي وكيوسكي عادة ما ينفذون فيه أساليبهم القاسية في التعذيب. وأثناء سيره نحو الأبواب الكبيرة للمخزن يراجع في ذهنه مجموعة متنوعة من طرق التعذيب، محاولا تحديد أيها سيكون الأكثر فاعلية، لأنه بما أنه لم يتمكن من تفريغ غضبه على ميساتو
ينوي الآن تفريغه كله على كيوسكي، ومع ذلك عند فتح الباب يجد المخزن فارغا تماما، لا كيوسكي ولا يويتشي هناك في تلك اللحظة بالذات. بينما يحاول فهم ما يحدث، يظهر يويتشي من الخلف بسيف مسحوب موجها مباشرة إلى وجه المدير. لكن إيفاكو لا يكلف نفسه حتى عناء الالتفات، بل يمسك شفرة السيف بين إصبعين فقط لكي يعتقد يويتشي أن هجوما كهذا سينجح. قلل بوضوح من شأن رئيسه، لذا قام إيفاكو بتوجيه الطاقة إلى يده، مصمما على إعطائه درسا. إذا كان قد انزعج سابقا من مجرد ذكر ما ساده، فإن هذه المحاولة البائسة للخيانة قد أخرجته عن طوره. لذا بدون تفكير يلف يويتشي بسلاسل سحرية ويتركه معلقا رأسا على عقب، ثم يركله بسهولة تامة مطلقا إياه على الأرض كما لو لم يكن له وزن، حيث يسقط مع أنين من الألم. من الواضح أن يويتشي ارتكب خطأ فادحا بمواجهة إيفاكو دون أن يدرك الفارق الشاسع في القوة بينهما. والآن حان الوقت لإيفاكو أن يمزقه تماما ويدمر كل رغباته الوهمية. ومع ذلك قبل أن يبدأ بإعطائه الدرس، يسمع صوت صارم خلفه مصحوبا بضحة ساخرة تعلق على مدى سخافة أن إيفاكو لا يزال نفس الأحمق كما كان دائما. يدير المدير رأسه نحو الصوت ويرى كيوسكي يمشي بهدوء خارج المخزن، وأثناء تقدمه يستمر في انتقاده بلا رحمة، مشيرا إلى عادته في التملق أمام الأقوياء واستغلال الضعفاء. حسب قوله، لا يزال إيفاكو جشعا وأحمقا كما كان دائما. رغم كل شيء، إيفاكو لا يزال لا يدرك مع من يتحدث حقا، لذا يحاول تذكيره بأنه يخاطب مدير الأكاديمية. لكن كيوسكي لا يتوقف، بل على العكس يؤكد أن إيفاكو منافق، لأنه إذا كان هناك من دمر نفسه برغباته الأنانية فهو بلا شك هو نفسه. هذه الاتهامات كانت القشة التي قصمت ظهر البعير لإيفاكو، الذي غاضبا تماما يطالب كيوسكي بإعطائه رقم الطالب ليتمكن من طرده فورا. ومع ذلك يبتسم كيوسكي بهدوء، متفاجئا من أن إيفاكو لم يكتشف هويته الحقيقية بعد كل الجهد الذي بذاله للوصول إلى هذه اللحظة. حان الوقت أخيرا لإجراء حديث خاص معه، ومع ذلك لا يزال المدير لا يعرف مع من يتحدث حقا، رغم أنه الآن مقتنع بأنه يحتاج إلى إعطاء كيوسكي درسا قاسيا ليظهر الفارق الساحق بينهما. ثم يطلق الهجوم الأول مستخدما سحرا متقدما من عنصر الأرض، مكونا قبضة صخرية ضخمة بني سحقها بضربة واحدة. في الظروف العادية سيكون من المستحيل لطالب تفادي هجوم كهذا يرمي القبضة نحو كيوسكي الذي لا يتأثر على الإطلاق، وكل الدلائل تشير إلى أنه سيتلقى الضربة بالكامل. تهبط الضربة بقوة ويبدأ إيفاكو بالضحك بشكل هستيري، مقتنعا بأن كيوسكي قد تم القضاء عليه بسهولة. هذا ما يحدث، يقول لنفسه عندما يتجرأ طلاب عاديون على تحديه. مع تلاشي الدخان لا توجد علامات على الحياة، والمخزن أصبح مدمرا بالكامل محولا إلى أنقاض. ويبدأ إيفاكو بالتفكير أنه ربما بالغ، لأنه الآن سيتعين عليه البحث عن مكان جديد لجلسات التعذيب. لم يكتشف حتى من كان كيوسكي حقا، لكنه على الأقل يمكنه مشاهدة موته. ومع ذلك عندما يستدير ليغادر يتجمد في مكانه لرؤية كيوسكي واقفا أمامه سليما تماما. يمشي بطلنا بهدوء بين أنقاض المبنى، ويذكر إيفاكو أنه كان يريد فقط إجراء حديث صغير وليس اللجوء إلى العنف. بالكاد يستطيع المدير تصديق ما يرى. طالب بسيط تلقى هجوما بسحر متقدم وخرج دون خدش واحد. لم يوجد قط طالب بهذه القوة من قبل. الآن إيفاكو لا يشعر فقط بالفضول، بل بالغضب الشديد، ويطالب بمعرفة من هو حقا. يبتسم كيوسكي ويسأله إذا كان حقا بعد كل هذا الوقت لم يكتشف هويته. إيفاكو لا يزال لا يعرف من هو كيوسكي، ويأمره بالتوقف عن اللعب وكشف اسمه فورا. يبتسم مرة أخرى ويرمي عليه سؤالا أخيرا. إذا كان حقا قد نسي في تلك اللحظة، يبدأ إيفاكو يلاحظ
من طريقة حديثه وإيماءاته أن هذا الطالب يشبه ويبدو مشبوها مثل ميساتو، يتراجع الرجل بخوف رافضا تصديق أن ميساتو قد عاد. حسب قوله ميساتو مات بالتأكيد، وتأكد من ذلك عن طريق ختم البوابة، ثم بدأ يقتنع بأن كل هذا يجب أن يكون نوعا من التمثيل المريض الذي أعده كيوسكي يتهمه بالتظاهر، ربما مستوحى من فقرة حديثة عن ميساتو في الأخبار بهدف أن يبدو أكثر رعبا. هذا هو التفسير الوحيد الذي يبدو منطقيا له، لأنه حسب فهمه كوشيرو ميساتو مات، ومع هذه النتيجة في ذهنه إيفاكو يركز سحر الرياح في يده بينما يجمع سحر الأرض حوله مستعدا لإطلاق هجوم مدمر آخر. يا إلهي، يتنهد بخيبة أمل عندما يرى مدى قلة تغير إيفاكو. لقد كان دائما هكذا، شخص يعيش فقط مؤمنا بما يناسبه ويرفض كل شيء آخر، بينما يواصل كيوسكي الاقتراب محملا بسحره الخاص. وإيفاكو سئما من سماع وعظاته يوجه له تحذيرا: إذا استمر في التقدم سيتلقى التأثير الكامل لسحره. كيوسكي لا يتوقف، بل يستمر في المشية، يجمع دفقة سحرية خاصة به. في هذه المرحلة قد فهم بالفعل السبب الحقيقي وراء تصرفات إيفاكو. لقد تم إغراؤه بالكلمات العذبة من حوله، ولهذا انتهى به الأمر بخيانته. ذكر اسم يبدو أنه الزناد النهائي لإيفاكو، الذي يطلق بلا تردد هجوما سحريا مشحونا بالكامل على الطالب. ومع ذلك يرد كيوسكي فورا بدفقة من سحر النار تلغي التعويذة تماما بحركة بسيطة من يده، ومع تلاشي الهواء وتبدد التعويذتين يبقى إيفاكو مذهولا تماما لرؤية أن طالبا بسيطا كان قادرا على تحييد هجومه. لكن هذا ليس كل شيء. الأكثر إثارة هو أنه استخدم نفس التقنية التي استخدمها ميساتو قبل 20 عاما لهزيمة الوحش النهائي خلال كارثة البوابة. لم يعد هناك مجال للإنكار. من الواضح أن من يقف أمامه هو حقا ميساتو الذي عاد بطريقة ما للانتقام، وإيفاكو يسقط على ركبتيه بينما تغمره الذكريات مصدوما تماما مقتنعا بأنه تم ختمه في الزنزانة، وأن ميساتو يجب أن يكون بالتأكيد ميتا. لكن كل الدلائل تشير إلى أنه نجا. كيوسكي دون أن يرفع نظره يؤكد له أنه بالفعل تم ختمه، وأنه كان محاصرا، وأنه ألقي في أعماق اليأس. وأخيرا يقبل إيفاكو ما كان يرفض تصديقه حتى وقت قريب: هذا الشاب أمامه هو حقا ميساتو. الطالب المزعوم يقترب من مديره القديم بابتسامة هادئة، واضحا أنه راض لأن إيفاكو أخيرا تذكره. المدير مصدوم جدا لدرجة أنه يحتاج أن يسأل مرة أخرى إذا كان كيوسكي هو حقا كوشيرو ميساتو الراحل، لكنه لا ينتظر إجابة. وفي عدم تصديقه يقف مجددا مصمما على تحديه مرة أخرى. ببساطة لا يستطيع قبول أن هذا الرجل الذي يفترض أنه مات قبل أكثر من عقدين يقف الآن أمامه. هذا لا يمكن أن يعني إلا أنه عاد إلى هذا العالم بطريقة ما، ومع هذه الفكرة في ذهنه يبدأ بجمع الطاقة لإطلاق تعويذة أخرى. هذه المرة بنيت القضاء على كيوسكي مرة واحدة وإلى الأبد. يطلق عدة هجمات سحرية مبنية على الرياح، لكن كيوسكي يتجنبها بسهولة متراجعا بهدوء دون أن يظهر استعجالا أو توترا. ومع ذلك لا يمنحه إيفاكو فرصة للراحة، ويرسل قبضة صخرية عملاقة تصطدم به، رغم أن كيوسكي ينجح في تفاديها مرة أخرى دون أن يبدو مستعجلا. في هذه المرحلة تزداد إحباطات إيفاكو. يغضبه أن طفلا صغيرا يمكنه تفادي كل هجماته بسهولة، وفوق ذلك دون أن يتعرق قطرة يعلم أنه بحاجة لأخذ المبادرة في أقرب وقت، لأن ما هو على المحك ليس فقط القتال بل أيضا كبرياؤه. خلال وقته كعضو في الباحثين عن الذهب كان إيفاكو غير مقاتل، وحتى اليوم يسخر منه باقي القديسين في البنتاغرام بسبب جبنه السابق، لكنه لم يسمح لتلك السخرية أن تهزمه، بل بذل كل جهده ليبرهن أنه ليس ضعيفا. ومؤخرا كان يطور تقنية ستظهر أخيرا: قوته الحقيقية.
ثم يرفع يديه ويبدأ في تركيز سحر الرياح والأرض حوله، مما يجعل الجو مظلما بينما تدور الطاقة السحرية حوله. هذه التعويذة التي يحضرها هي تقنية سرية استغرق إتقانها 20 عاما. الصخور والتيارات الهوائية ترتفع حوله مكونا تراكما مدمرا من القوة. هذه هي ذروة عقود من الدراسة المكرسة لإتقان الجمع بين سحر الرياح والأرض في آن واحد. بمجرد أن يتم شحن التعويذة بالكامل يطلقها كلها دفعة واحدة نحو كيوسكي. تنطلق عدة دفعات من الرياح والأرض من راحة يده، تقطع الهواء حتى تصطدم بالأرض، حيث تسبب انفجارا هائلا يغمر الطالب بالكامل. تتشكل دوامة كبيرة من السحر في مكان الاصطدام، ويستغل إيباكو تلك اللحظة لاستجماع أنفاسه. يعلم أن هذه هي أقوى تعويذة لديه، وأنه استهلك كمية هائلة من الطاقة لتنفيذها. ومع بدء تلاشي الغبار لا يظهر أي أثر لكيوسكي بين الأنقاض. كل الدلائل تشير إلى أن إيباكو تمكن من الانتصار هذه المرة. كيوسكي لا يرد، مما يعني أنه ربما تم القضاء عليه بواسطة التعويذة القوية. ينفجر إيباكو ضاحكا مفعما بالنشوة لأنه تمكن من هزيمة السكين العظيم. ميساتو بمفرده يبدأ بالسخرية من الرجل الذي يعتقد أنه مات، سائلا إياه إذا كان حقا يظن أنه بعد 20 عاما سيظل نفس الجبان. من أيام الباحثين عن الذهب، مهما كانت قوة خاصية الزمن لميساتو، كل ذلك ينتمي إلى الماضي. والآن إيباكو هو من خرج منتصرا في تلك الأيام التي اندلعت فيها معارك عظيمة، وكان الباحثون عن الذهب يتحركون لإنقاذ العالم. لم يكن بإمكان إيباكو سوى الاختباء وجمع الأشياء التي تركها الأعداء المهزومون. لكن ذلك كان قبل عقدين، ولم يعد نفس الشخص الذي كان آنذاك يسخر من كيوسكي لأنه قلل من قوته ونسى أنه بعد 20 عاما يمكن لقوة شخص ما أن تنمو بشكل هائل مع مرور الوقت. من الطبيعي أنه أصبح أقوى. والآن بعد أن حقق إنجاز هزيمة كوشيرو، إيباكو مقتنع بأن الآخرين من قديس البنتاغرام سيتوقفون عن التصرف كما لو كانوا أعلى منزلة، لأنه يعتبر أن الوقت قد حان أخيرا لبدء حكمه كالأقوى الحقيقي بينهم. ومع ذلك تماما عندما ينجرف في مونولوجه الهذياني تقاطعه صوت فجأة ويسأله إذا كان قد انتهى بالفعل. عندها يخرج كيوسكي من الغبار سالما تماما ويرتبك بهدوء من الأوساخ على جسده، رغم كونه هدفا لعدة هجمات لا يظهر عليه أي خدش واحد، وهو أمر مثير للإعجاب من جانبه. يعترف كيوسكي بأنه يشعر على الأقل ببعض الدهشة لأن إيباكو طور سحرا قويا كهذا. مع ذلك يوضح أن هذا هو الحد الأدنى المتوقع من شخص يعتبر بطلا في هذا العصر. ومع ذلك بعد أن سمح لإيباكو بالاستمتاع قليلا، حان دوره لإطلاق غضبه دون تردد. في تلك اللحظة يبدأ إيباكو بفهم الفارق الهائل في القوة بينهما، ويدرك أن الرجل الذي أمامه وحش حقيقي، لكنه يرفض بشدة التراجع لأنه لا يمكنه الاستسلام بعد كل الجهد المبذول للوصول إلى هناك. ليس مستعدا للسماح لميساتو بالعودة لتدمير كل ما بناه بجهد كبير، لذا يقرر الاستمرار في الهجوم. يستخدم مرة أخرى قبضة ضخمة من الأرض لمحاولة القبض على كيوسكي، لكن الأخير لا يتأثر حتى بالهجوم المتكرر. تغلق اليد بقوة عليه، لكن كيوسكي يذيبها بسهولة بسحر الماء. مرة أخرى القتال ليس أكثر من مونولوج لهجمات يائسة من جانب إيباكو، بينما كيوسكي ينتظر بصبر حتى يتعب. لا أي من هجماته كافية لإيذاء البطل، وكل ثانية تمره فقط يضيع المزيد من الطاقة. رغم الواضح يواصل إيباكو إطلاق التعويذات واحدة تلو الأخرى في عرض يائس عديم الفائدة، بينما كيوسكي يتفادى ويرد دون أن يكسر حتى إيقاع تنفسه. في الواقع كل ما يسعى إليه إيباكو هو إبقاء البطل بعيدا مدفوعا بالخوف، لكن كيوسكي قد تعب من اللعبة. بحركة واحدة نظيفة يحرف كل السحر الموجه نحوه، ثم يطلق دفعة من الريح تدفع إيباكو بعنف نحو شجرة. قبل أن يتمكن المدير من النهوض يقترب كيوسكي بقبضة ملفوفة بالنار مستعدا لإنهاء القتال. عند إدراكه أنه لا مكان للهروب يزحف إيباكو ويبدأ بالتوسل.
بيأس على حياته يوقف إله هجومه للحظة وهو يراقب إذلاله. يعتذر عما حدث قبل 20 عاما ويتوسل إليه أن يغفر له، رغم أنه في الحقيقة يأمل فقط أن تجعله تعاطف الشاب يتراجع، فهو يراهن كل شيء على أن يكون الجواب نعم. يتوسل بقوة كافية ليتركوه يرحل حيا، لكن البطل يقاطعه بحزم ويأمره بالصمت. يمكنه أن يرى بوضوح أن كل شيء تمثيل، نفس الخدعة التي استخدموها للإيقاع به في الماضي، وليس لديه أي نية للسماح بتكرار تلك القصة. كيوسكي لم يعد كما كان ولن يتوقف عند توسل بسيط. في تلك اللحظة يشعل قبضته مرة أخرى بالنار ويستعد لإنهاء القتال مرة واحدة وإلى الأبد. يحاول إيباكو الوقوف مرة أخرى متوسلا ومتذكرا أنهم كانوا أصدقاء في يوم من الأيام، لكن الوقت قد فات. يرد عليه كيوسكي بلا مشاعر بأنه لم يعد يحق له أن يناديها صديقا، لأنه الآن ليس سوى شيطان مولود من الانتقام دون تردد. يوجه لكمة نارية مباشرة إلى وجه إيباكو، تليها سلسلة من الهجمات العنيفة التي تضربه بوحشية تتركه على حافة الانهيار. بينما يبدأ إيباكو يفقد وعيه ويدرك أخيرا أنه لم يكن يجب أن يتحدى كويتشيرو، ثم يوجه كيوسكي لكمة مدمرة أخيرة تقذفه في الهواء وتتركه فاقدا للوعي تماما. على الرغم من عنف المواجهة، تأكد كيوسكي من عدم قتله، لأنه لا يزال لديه أسئلة يحتاج إلى إجاباتها. مع ذلك تلك الإجابات سيتوجب عليها الانتظار، لأن الرجل خارج الخدمة ولا يستطيع الكلام. بعد فترة يستيقظ إيباكو ويرى كيوسكي واقفا فوقه، مما يجعله يصرخ ويبتعد بخوف قبل أن يتوسل مرة أخرى. ألا يقتلوه؟ يوقفه كيوسكي بهدوء ويؤكد له أنه لن يموت بعد، لكنه بالمقابل يحتاج إلى إجابات. ثم يمد يده في جيب الرجل ويخرج هاتفه المحمول. أول شيء يريد معرفته هو معلومات عن القديسة الخماسية المسماة لواكي. يحاول إيباكو استعادة هاتفه، لكن كيوسكي يبقيه بعيدا عن متناوله. يفحص سجل المكالمات، ووفقا للسجلات تحدث إيباكو مع ليلاند. وفي نفس اليوم، مما يثير اهتمام كيوسكي على الفور الذي لا يضيع الوقت، ويطلب منه معرفة ما تحدثوا عنه بالضبط تحت الضغط ومع علمه التام بأن حياته قد تنتهي إذا رفض التعاون. يستسلم إيباكو أخيرا ويكشف أن ليلاند تخطط للوصول إلى اليابان خلال 3 أيام، وأنها اتصلت به فقط للتحدث عن تفاصيل زيارتها القادمة. عند سماع هذه المعلومات يرسم كيوسكي ابتسامة رضا، ففي غضون 3 أيام فقط أحد أهدافه سيتجه مباشرة نحوه، مما يسهل الأمور كثيرا ويساعد على تحديد تحركه التالي بوضوح. ثم يرمي الهاتف مرة أخرى إلى إيباكو ويأمره على الأقل في الوقت الحالي أن يعامل ليلاند بشكل طبيعي تماما، لكنه يحذره بحزم ألا يكشف أي شيء يتعلق بهويته، لأنه كما يقول له أثناء فقدانه للوعي وضع كيوسكي تعويذة خاصة مباشرة على قلبه. هذه التعويذة تضمن له مراقبته، وإذا كشف من هو كيوسكي سينفجر قلبه فورا في نيران. هذا التهديد يترك إيباكو مشلولا تماما، غارقا في حالة من الذعر، بينما يحاول عقله يائسا استيعاب خطورة ما سمعه للتو. بعد كل ذلك ينسحب كيوسكي دون أن ينظر إلى الوراء، محثنيا إيباكو على الوفاء بكلمته إذا أراد أن يظل على قيد الحياة. الحقيقة مع ذلك هي أن كيوسكي لا يمتلك هذا النوع من السحر، لا يحتاج إلى ذلك، فهو يعرف تماما طبيعة إيباكو الجبانة، ويعلم أن مجرد تهديد بسيط يكفي ليبقيها تحت السيطرة بالخوف. بالإضافة إلى أنه لا يريد اللجوء إلى التنويم المغناطيسي الكامل، لأنه يفضل أن يختبر إيباكو اليأس بشكل كامل محافظا على وعيه، بينما يعيش تحت تهديد في الواقع غير موجود. هكذا تمر 3 أيام، وأخيرا تتجه رحلة جوية سرية إلى اليابان مع ليلاند، وعلى متنها من سنسميها أيضا ليرواكي، التي تنظر بملل من النافذة بينما يخبرها أحد حراسها الشخصيين أنهم على وشك الهبوط. وبعد قليل تتوجه مضيفة الطيران إلى مؤخرة الطائرة لإعلان للركاب أن الهبوط وشيك،
لكن قبل أن تنهي جملتها تصرخ بيأس عبر الميكروفون: حدث شيء ما. مجموعة من الرجال المسلحين اختطفوا الطائرة ويحتجزون إلى المضيفة تحت التهديد، بينما أحدهم يوجه سلاحا نحو الركاب ويأمرهم بأن يركضوا على الأرض. أمام المشهد تنهض ليلاي دون تردد وتتجاهل صرخات المهاجمين وتمشي نحو مؤخرة الطائرة بسرعة خاطفة، تنقض على أحد الخاطفين، تمسكه من عنقه وتصده على الأرض بمساعدة سحرها قبل أن يتمكن من الرد. ثم دون إضاعة وقت تنقض على المجرم الثاني الذي يحتجز المضيفة كرهينة وتتركه فاقد الوعي بضربة دقيقة بكف يدها على وجهه خلال ثوان معدودة. تم تحييد كل المجرمين ويرفع الركاب المذهولون أنظارهم ليرو، ليلاي وروكي واقفين فوق الجثث فاقدة الوعي. بفضل تدخلها السريع تهبط الطائرة بدون حوادث أخرى ويتم تسليم المجرمين فورا للسلطات. وفي وقت لاحق يحضر مالك المطار شخصيا ليشكرها على شجاعتها وكفاءتها في السيطرة على الوضع دون التسبب بأضرار جانبية. من جهتها ليلاي تبدو مسرورة لأنها حسب قولها كانت مجرد صدفة أن تكون على نفس الرحلة مع الخاطفين، مما سمح لها بالتدخل في الوقت المناسب ومنع التأثير على سمعة الرحلة. ومع ذلك ما يلفت انتباهها حقا هو أن المجرمين استخدموا نوعا خاصا من الأسلحة لم تكشفها أجهزة الفحص الأمنية، مما يكشف عن اتجاه مقلق. فالمزيد من الجماعات تستخدم معدات مصنوعة من مواد مستخرجة من الزنازين، ولهذا قررت تجهيز موظفيها بتقنيات دفاع متخصصة. ثم تضع يدها على كتف مالك المطار وتقول بصراحة إنها تريد نفس المعدات التي يستخدمونها في منشآتهم، ويفهم الرجل نواياها على الفور ويوافق ويعدها بأنه سيتولى الأمر شخصيا. وبمجرد دخولهما المطار وبعيدا عن آذان المتطفلين تجري ليلاي مكالمة هاتفية وتأمر بالإفراج عن الخاطفين، كاشفة أنها هي نفسها وضعتهم على الرحلة بهدف تحييدهم علنا والخروج كبطلة اللحظة. بهذا الفعل لم تغلق الصفقة مع المطار فقط، بل حصلت أيضا على دعاية مجانية وعززت صورتها أمام الجمهور. وعند خروجها من المطار تنتظرها حشود من المعجبين بحماس ينادونها البطلة ليرواكي، فترد بابتسامة ساحرة وتحيات جذابة، ثم تتوجه مباشرة إلى أكاديمية تدريب المغامرين توكوغو وتدخل مكتب إيباكو لمناقشة أمور العمل. لا تزال تشعر بالفضول بشأن الطالب ذو صفة الفراغ الذي ذكره إيباكا قبل أيام خلال مكالمتهما الهاتفية، فتسأله إذا كان هناك أي تقدم في التحقيق. وإيباكا متوتر يتلعثم قليلا قبل أن يعترف بأن كل شيء كان إنذارا كاذبا. الضمادات والجروح التي تغطي وجهه ليست محل اهتمام ليا التي لا تكلف نفسها حتى السؤال عنها. ودون إضاعة وقت تذهب مباشرة إلى جوهر زيارتها الآن بعد أن تأكدت أن الطالب ذو صفة الفراغ لا يمثل أي قيمة. تغير الموضوع وتركز على ما يهمها حقا: دواء جديد تطوره شركتها يحتاجون لاختيار من سيكون الفأر التجريبي القادم للاختبارات، وتنوي استخدام طلاب الأكاديمية لهذا الغرض. وفي الوقت نفسه يستمع كيوسكي إلى كل المحادثة من بعيد عبر جهاز متصل بالمكتب، وكلما سمع كلمات ليلاي يزداد اشمئزازه ورفضه إلى درجة أن كرهه تحول إلى قرار حازم. الشخص التالي الذي سيعرف جحيم انتقامه سيكون ليرواكي. وفي وقت لاحق في منزله يشاهد كيوسكي الأخبار بينما يفكر في خطته، رغم أنه بالكاد ينتبه للفقرة التلفزيونية التي تمدح ليرواكي على تحييدها الخاطفين الذين حاولوا السيطرة على طائرتها. الشيء الوحيد الذي يهمه حقا هو أنها واحدة من الخائنين الذين باعوه قبل 20 عاما، وبعد تحقيق دقيق اكتشف أنها حاليا تصنع أسلحة فريدة باستخدام مواد من الزنازين، وقد جمعت ثروة من بيعها. ومع ذلك وبحسب تقييمه من خلال المحادثة التي أجراها مع إيباكا، من المحتمل جدا أنه يستخدم الأكاديمية وطلابه كأدوات للقيام بأفعال حقيرة، رغم أنه يظهر في العلن كبطلة.
في الخفاء يستغل الآخرين بلا رحمة، وهذا شيء لا يستطيع كيوسكي السماح بحدوثه تحت أنفه. لذلك يقرر التوجه إلى المدرسة بينما يحاول ابتكار الطريقة الأكثر فعالية للانتقام. القول بأنه يريد تدمير ليرواكي شيء، لكن تنفيذ شيء مختلف تماما، خاصة الآن بعد أن زادت الإجراءات الأمنية داخل الأكاديمية منذ أن تورطت في عملياتها. لذلك في الوقت الحالي كل ما يمكنه فعله هو المراقبة، التحقيق والانتظار حتى يجد فرصة. أثناء سيره في الممرات يصادف أزاي الذي يحييه في طريقه إلى الصف، ويلاحظ أنه يقرأ مقالا عن ليلى وروكي، وبلا إخفاء إعجابه يعلق على مدى احترامه للمرأة. خلال حديثهما يذكر شيئا يسمى الأفعى العظيمة لجونسون، وهي منظمة شديدة الشعبية. حسب شرحه تأسست هذه المجموعة القوية على يد ليلى نفسها، وتتكون من أعضاء ذوي قدرات عالية جدا، بمن فيهم الرجال بالبدلات السوداء الذين كانوا يعملون كحراس شخصيين. تابع: العديد من طلاب الأكاديمية أيضا يطمحون للانضمام إلى ذلك العشيرة، وكذلك إلى منظمات عسكرية أخرى. ثم يسأل أزاي كيوسكي عن خططه، وعلى الرغم من أنه في البداية يفكر في الرد بأنه لا يهتم، يدرك أن الانضمام إلى تلك العشيرة قد يكون الطريقة المثالية للاقتراب من إيلاري. في تلك اللحظة يتخذ قراراً ويشكر أزاي على مساعدته، رغم أنها لا تفهم تماماً ما يعني، لكنها تشعر بالسعادة لدعمها له. لاحقاً في مكتب إيباكو يكون المدير مشغولاً ببعض الوثائق، عندما فجأة يرن الهاتف فيرتبك بوضوح، وعند الرد يكتشف أن كيوسكي على الطرف الآخر من الخط، الذي يخبره بأنه يحتاج إلى خدمة تتعلق بالمرات القادمة التي ستتصل فيها ليلا به. في الوقت نفسه في مختبر أبحاث محمي بشدة يمشي عدة رجال يرتدون المعاطف البيضاء بين الحواسيب والكبسولات الحافظة، بينما يظهر طالب جاثيا على الأرض مقيدا ومعذبا بوضوح. تفتح باب المختبر وتدخل ليلا وروكي بابتسامة ساخرة، تسأل بنبرة ساخرة كيف يشعر الشاب. يتوسل الطالب بأن يوقفوا حقن تلك المادة الغريبة التي يجربونها عليه، لأنه إذا استمروا فهو متأكد من أنه سيموت. لكن ليلا ترفس بلا رحمة وتأمر بالتوقف عن الشكوى، وتخبر أنه إذا نجحت التجارب فسيصبح أقوى بكثير كنتيجة، لذا كل ما عليه فعله هو الاستمرار في التصرف كفأر مختبر كما هو. ثم بنقرة بسيطة من أصابعها يقترب اثنان من الباحثين من الخلف ويحقنانه بجرعة أخرى من المركب الغريب. يحاول الطالب التوسل والتحرك لتجنب ذلك، لكن بمجرد دخول السائل إلى نظامه يبدأ في الاختناق والصراخ من الألم حتى يصمت تماما. يبدو أن هذه المرة تسبب الدواء في فقدانه القدرة على الكلام. كل الدلائل تشير إلى أنه إذا لم يكن لدى موضوع الاختبار على الأقل بعض السيطرة على السحر، فإن الدواء لا يعمل كما ينبغي. لذلك يستنتج الباحثون أنهم لا يزالون بحاجة لجمع المزيد من البيانات، مما يعني الحاجة إلى المزيد من المتطوعين لتجاربهم. مع وضع هذا الهدف في الاعتبار يقررون تنظيم ما يسمى بالتجنيد لعشيرة الأفعى العظيمة لجونسون، والذي سيكون في الواقع ذريعة لجمع أفراد أقوياء يمكن استخدامهم كمواضيع اختبار. ثم يتصل ليرواكي بإيباكا ليسأله إذا كان يتذكر محادثتهما السابقة حول المرشحين للتجارب، لأنه الآن يحتاج تحديدا إلى شخص يمتلك مهارات سحرية متقدمة، ويريد منه اختيار بعض طلاب الأكاديمية الذين يمكن أن يخدموه. بدلا من إعطائه أسماء مباشرة يقترح إيباكا إجراء اختيار مفتوح داخل الأكاديمية، مما سيسمح بتحديد الأكثر موهبة دون إثارة الشكوك. مسرورة بالاقتراح تقبل ليرواكي على الفور وتبدأ في التخطيط لإقامة الحدث. مسرورة بالاقتراح تقبل ليرواكي على الفور وتبدأ في التخطيط لإقامة الحدث. في هذه الأثناء يعلق إيفاكو الهاتف بتنهد، لقد أوفى بجزئه من الصفقة كما طلب منه كيوسكي. لذا الكرة الآن في ملعب بطلنا في اليوم التالي
أحد الحراس الشخصيين لإيرواكي يعلن لجميع الطلاب أن عشيرة الأفعى العظيمة لجونسون ستجري اختيار لتجنيد أعضاء جدد. الخبر يثير الحماس بين الطلاب الذين لأنه يعلم أن طريقا مباشرا قد ظهر أخيرا للاقتراب من الإيلاي في وقت قصير. يجتمع الطلاب المهتمون بالانضمام إلى العشيرة في الملعب الرياضي للأكاديمية للخضوع لاختبار الاختيار. يظهر الحارس الشخصي للإيروآكي ليشرح بالتفصيل كيفية سير الامتحان، وأثناء سرد القواعد يكون كيوسكي قد قرر بالفعل أنه سيتجاوز هذا الاختبار مهما كلف الأمر، لأن الانضمام إلى العشيرة هو الآن أفضل فرصة له للاقتراب من الإيلاي. يعلم أن نهجها هذه المرة يجب أن يكون مختلفا عن الذي استخدمه مع إيباكون سابقا. حاول ألا يلفت الانتباه، لكن هذه المرة يحتاج إلى جذب اهتمام اليد اليمنى للإيلاي يانغ شينغيو وكذلك بقية الممتحنين. لذلك يخطط لإظهار جزء صغير من قوته الحقيقية بعد الإعلانات الأولية. يتجه كيوسكي إلى منطقة الانتظار ليرتقب بداية التصفيات في تلك اللحظة. يقترب منه أساي عندما يراه يستريح بجانب المدرجات، ويكشف له أنه ينوي أيضا التقدم للامتحان، مما يزعج كيوسكي الذي يفضل إبقاؤها بعيدا عن هذا الأمر الخطير. ومع ذلك تدرك أساي أنها ليست على نفس مستوى بقية المرشحين الأقوى، لكنها مع ذلك لديها دوافعها الخاصة لرغبتها في الانضمام إلى العشيرة، وتؤكد أنها ستبذل قصارى جهدها لاجتياز الاختبار. قبل أن تذهب تتمنى لكيوسكي حظا سعيدا، الذي يشكرها على هذه اللفتة رغم أنه يظل قلقا. وبعد قليل يبدأ الامتحان باختبار قياس القوة السحرية. يقدم الحراس كرة خاصة تستخدم لرؤية كمية الطاقة السحرية التي يمتلكها. كل طالب على حدة يجب على المشاركين الاقتراب ووضع يدهم على الكرة وتوجيه سحرهم. بعدها سيتم تقييمهم. أول من يمر لا ينجح في إثارة إعجاب الممتحن كثيرا، الذي يمنحهم درجات متوسطة، ثم يحين دور كيوسكي الذي يتقدم بثقة عارضا بطاقة هويته بينما يقترب من الكرة. الممتحن عند رؤيته مستخدما لخاصية الفراغ من المستوى الثلاثين لا يبدي إعجابا كبيرا ولا يتوقع شيئا عظيما منه، لكن توقعاته تنهار فورا عندما يطلق كيوسكي كمية هائلة من الطاقة السحرية، مما يجعل الكرة تتوهج بضوء شديد يكاد يعمي جميع الحاضرين. الجمهور يصاب بالصدمة، غير قادر على تصديق القوة التي أظهرها فقط في الاختبار الأول. عندما يتلاشى الضوء أخيرا ينسحب كيوسكي بهدوء بينما يمنحه الممتحن تقييما من الدرجة S. الاختبار التالي هو اختبار المهارات السحرية، فرصة لكل طالب ليظهر ما يمكنه فعله بخصائصه. يبدأ كيوسكي بإنشاء تلة بسيطة من التراب، شيء أساسي يمكن لأي شخص القيام به، لكنه بعد ذلك يكون كرة ماء، وهذا وحده يكفي لإبهار الجمهور. لكن ما يأتي بعد ذلك يتركهم بلا كلمات. يستحضر كرة نار وأخرى برق وأخرى هواء، ويستطيع إبقاء الكرات الخمس، التراب والماء والنار والبرق والرياح، معلقة في الهواء في تناغم تام. هذه معجزة لم تر من قبل، لأنه يستخدم كل الخصائص الأساسية للسحر في نفس الوقت، شيء يبدو مستحيلا لأي شخص. هذه هي القوة الحقيقية لخاصية الفراغ، التي طالما سخرت منها على أنها عديمة الفائدة أو بلا قوة. بعد أدائه المذهل تسرع أزاي متحمسة لتهنئة كيوسكي على ما حققه للتو، لكن الآن حان دورها لإثبات قيمتها الخاصة بسحرها. تتجه نحو مجموعة من النباتات الذابلة والجافة، وباستخدام سحر الضوء عليها تعيدها للحياة فورا، مملوءة بالحيوية والطاقة. رغم أن بقية الطلاب يضحكون لرؤيتهم أن ما تستطيع فعله فقط هو إعادة الحياة للنباتات، وهو أمر يعتبرونه غير مهم. أما كيوسكي يعيدون الحياة لبعض النباتات، شيء يعتبرونه غير مهم. أما كيوسكي فيفهم القيمة الحقيقية لمهارته. أساي يمتلك خاصية الضوء التي هي نادرة مثل خاصيته الخاصة الفراغ، مما يعني أن لديه القدرة على أن يصبح قويا مثله. لكنه يعلم أن المختبرين
سيواجهون صعوبة في تقييم مهاراته بالضبط، لأن نوع سحره غير معتاد، وعلى الرغم من شعوره ببعض الأسف تجاهها، يعتقد أيضا أن الأفضل ألا تجر إلى هذا الصراع المعقد الذي يواجهه، لكن بشكل غير متوقع. على الرغم مما يعتقده، يقوم كيوسكي يانغ شينغو بتدوين اسمها كمرشحة ذات إمكانات لاستخدامها كموضوع اختبار بمجرد انتهاء من جميع الاختبارات. المرحلة النهائية من الامتحان تتكون من قتال واحد ضد الفاحصين أنفسهم الذين هم أعضاء في عشيرة الأفعى العظيمة جون سان. لذلك بطبيعة الحال لا يملك الطلاب أي فرصة للفوز، ومع ذلك هذه المرحلة ليست عن الفوز أو الخسارة، بل عن تقييم قدرتهم على القتال أيضا. يانغ شين يو مدرك تماما أنه لا يوجد طالب لديه فرص حقيقية لهزيمة أعضاء العشيرة، لكنه يراقب بعناية أداء كل مشارك. عندما يحين دور كيوسكي يخصص له أحد الفاحصين الذي من مظهره واضح أنه من أشد المشاركين في الحدث، وقد أثار ضجة كبيرة بعروضه السابقة. لذلك الفاحص مستعد تماما لمواجهته وإثبات أن كل تلك النتائج في الاختبارات السابقة لا تعني شيئا أمام قتال حقيقي. يقبل كيوسكي التحدي بتواضع ويؤكد أنه متحمس لكل ما سيتعلم من هذه المواجهة دون إضاعة وقت. يطلق الفاحص هجوما قويا مكونا من عدة مقذوفات من سحر الأرض بنية إنهاء القتال بضربة واحدة، لكن كيوسكي يرد على الفور باستخدام سحر الرياح ليحجب الهجوم، ثم يعاكسه بالكامل ويرد الهجوم بنفس القوة على الفاحص. الرجل يصاب بصدمة لرؤية طالب بسيط استطاع تحييد سحري بهجوم مضاد واحد فقط، لكن عندما يرفع نظره يكون كيوسكي قد اختفى. في اللحظة التالية يظهر مرة أخرى خلفه مباشرة مع قطعة جليد حادة مصنوعة من سحر الماء مضغوطة على حلقه. تعلن النصر فورا لكيوسكي الذي يتوج كأفضل في الامتحان. يانغ شينيو لا يصدق أن طالبا تمكن من هزيمة أحد أعضاء عشيرته، ويبدأ بالتساؤل بجدية من هو هذا الشاب في الواقع. في وقت لاحق من نفس اليوم يقرر الاتصال بليلى وروكي لإبلاغهما بتفاصيل الامتحان، وعندما تسأله إذا وجد مواضيع اختبار مثيرة للاهتمام يذكر بشكل خاص طالبا تبين أنه قوي بشكل استثنائي لم يتجاوز جميع الاختبارات بأداء ساحق فقط، بل ووفقا لبياناته يمتلك خاصية الفراغ. بمجرد أن يسمع ليرواكي ذلك يفهم أن هذا الطالب ربما هو نفس الطالب الذي كان إيباكو يحقق فيه، وعند معالجة المعلومات يدرك أنه حصل على شيء ثمين جدا، فأرى تجارب مثير للغاية الذي هو الآن بين يديه مباشرة.